من لا يعاني لا يدرك المعاني. لو أعطيك 1000 خطبة عن الصبر وأنت ما مرت بك مواقف تعلمك الصبر فإنك لا تعلم ما هو الصبر. لو حدثتك عن الحلم كثيرا إذا ما مرت بك مواقف تعلمك الحلم وكيف تضبط نفسك لن تعرف ما معنى الحلم. فالحياة كفيلة أنها تعلمك هذه المعاني. ويقولون من لا يتألم لا يتعلم. من لا يتألم لا يتعلم. كثير من أمور الحياة لاحظوا حتى في أنفسكم، يأتيك أحد من الناس، والدك، والدتك، عمك، معلمك، شيخك، ويعلمك على أمر، يقول يا ابني انتبه من كذا، أحذرك من كذا. فأنت تسمع الكلام كلام عربي لكنك لا تدرك المعنى، فتعيش ثم تدرك المعنى فتقول والدي قال لي كذا والشيخ فلان قال لي كذا، الآن فهمت ماذا يقصد عندما قال كذا وكذا. ولذلك البركة في سماع كلام الأكابر، البركة والتوفيق في سماع بعد